السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الباتيه بالجبنة. حاجة كده سهلة وبسيطة، وبصراحة هتعجبك جدا جدا. طيب، هنقول الاول بسم الله. حطيت ايه يا جماعه في الطبق اللي قدامكم ده؟ حطيت كوبايه كده من اللبن الحليب. عايزه تستبدليها بميه دافيه مفيش مشكله. عايزه تحطي لبن برضو مفيش مشكله، إيه اللي يريحك. حطيت كوبايه من اللبن الحليب، وعليها معلقه ونص من الخميره الفوريه، وعليها 3 معالق كبار من السكر. تمام. وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده لحد السكر بتاعي ما يدوب. تمام كده. عندي بقى ايه؟ عندي نص كوبايه من الزيت. الزيت يكون نضيف. تمام، بالشكل ده. وهقلب برضو. عندي ايه كمان؟ عندي كده معلقه من الخل. بسم الله. الخل في المعجنات حاجه كده هايله. بس خلاص. في ايه تاني بقى؟ هنحط اخر حاجه الدقيق يا جماعه. عندي كيلو هنا من الدقيق. بسم الله. طبعا الدقيق منخول. هبتدي انزل واحده واحده بقى في الدقيق كده واقلب. بسم الله. طبعا انا هشيل المضرب بتاعي ده خالص، وابتدي يا جماعه ان انا ايه؟ اقلب بايديا. تمام، بالشكل ده. ننزل بقى بباقي الدقيق بتاعنا كله اهو. وعندي هنا ايه؟ ميه دافيه. هبتدي انزل، وهنزل كمان بمعلقه صغيره من الملح، رشه ملح صغيره كده. وادي كده رشه الملح صغيره خالص اهي. تمام. وهبتدي بقى انزل بقى ايه؟ بالميه بتاعتنا واحده واحده كده. بسم الله. واقلب بايدي. طبعا الميه دافيه. بسم الله. بصوا المكونات بسيطة جدا يا جماعة، ومن غير زبدة، من غير بيض. مكونات سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. طبعا انا ببتدي انزل المية واحدة واحدة كده واقلب. تمام، بالشكل ده. ده كده بقى شكل العجينة بتاعتنا بعد ما خدمناها كده او عجناها 10 دقايق. تمام، اعجنيها صح عشان تديكي نتيجة صح. تمام. العجينة بتاعتنا طرية شايفين، وبتمط كمان. بسم الله ما شاء الله عليها. عندي هنا بقى معلقة كده في ايديا من الزيت، وبعمل وشها كده، بدهن وشها بالزيت. وهحطها في مكان دافي، هغطيها واحطها في مكان دافي ايه؟ تخمر معايا. تمام كده بقى. العجينة بتاعتنا اللهم بارك زي ما انتوا شايفين خمرت. اللهم بارك، حاجة كده عظمة بجد. شايفين الجمال؟ فرغنا منها الهواء. تمام، زي الفل. وهبتدي ايه؟ اقسمها. هنا بقى حطيت العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت ان انا ايه؟ اقسمها كده قطع قطع. تمام، زي الفل. تمام كده. هاخد بقى القطع دي اركنها على صينية كده. بسم الله. هنا اخدت قطعة بقى وابتديت ايه؟ افردها كده بالشكل ده. تمام، بسم الله. هفردها على شكل مستطيل كده. الباتيه يا جماعة بيتفرد على شكل مستطيل. خلاص فردناها بالشكل ده مستطيل. هاجي بقى اعمل ايه؟ شرط كده اهو بالشكل ده. تمام. وهاجي برضو قصاد الناحية اللي انا مقطعة منها كده اهو. هعمل كده نفس الشرطة اهي قصادها بالظبط.
تمام كده زي الفل. الوسطانيه مش هاجي ناحيتها خلاص. هاجي بقى ايه بالسمنه كده. دي سمنه يا جماعه مش زبده، دي سمنه اهو، بطرف المعلقه كده، وهدهنها بالسمنه بتاعتنا اهو بالشكل ده. كده زي الفل. اي نوع سمنه، مش لازما يعني سمنه معينه، يعني السمنه اللي بتستعمليها اعملي منها اهو بالشكل ده. كده زي الفل. تمام اهو دهنت العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالسمنه اهو كده. تمام زي الفل زي ما انت شايفه اهو معايا. تمام كده. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ هروح لما العجينه بتاعتنا دي هلمها ازاي؟ بسم الله. هروح جايبه الطرف ده كده والطرف التاني ده عليها كده اهو بالشكل ده، واروح جايبه مقفله بسم الله كده اهو، وادي الطرف اللي بعده بسم الله اهو، وادي اللي بعده، واروح بسم الله. نعمل واحده كمان. جبت بقى حته كمان، حته عجينه كمان كده، وهبتدي ان انا ايه افردها بسم الله. برضو زي ما قلنا يا جماعه مستطيل اهو بسم الله. خلاص فردناها زي الفل. هنعمل بقى هنقطع العجينه زي ما عملنا في الاولانيه هنعمل في التانية اهو بسم الله. قصادها الناحيه التانية نفس العمله اهو، هتاخدي توريقه صح اهو زي الفل كده زي الفل. طيب هجيب ايه؟ هجيب السمنه بتاعتنا وابتدي بقى ايه ندهن كده عشان تطلع معانا كده ايه مورقه وجميله، يطلع الباتيه مورق وجميل بسم الله. ظبطي بقى انتي الايه السمنه خفيف خفيف كده اهو بالشكل ده كده زي الفل. نيجي بقى ايه نلم الطبقات بتاعتنا دي. خلاص ظبطنا السمنه بتاعتنا. طيب نلم بسم الله. هنجيب الطرف ده يا جماعه اهو على الطرف ده كده اهو، ونروح جايبين الوسطانيه كده اهو، الطرف ده على الطرف ده، والوسطانيه معانا كده بالشكل ده اهو. شايفه هي ماشيه ازاي اهو، وادي الطرف بتاعنا اهو، وادي الوسطانيه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتديكي توريقه بقى خطيره اهو. نظبطها بقى، وطبعا نشيلها جنب اختها على رف الايه على رف التلاجة يا جماعه 10 دقايق، واكمل انا بقيه الايه الكميه اللي معايا. كده جبنا اول قطعه بقى اللي كنا شايلينها على رف التلاجة. هنبتدي بقى ايه نفردها يا جماعه مثلث بتاع ده مستطيل بالراحه كده اهو، ونبتدي بقى ايه نفردها بسم الله. هنا بقى جبت اول قطعه وفردتها مستطيل زي ما انتم شايفين كده تمام. وهبتدي اقسم بقى الباتيه بتاعنا على حسب ما انا عايزه اهو، عايزه حجمه كبير عايزه حجمه صغير على حسب ما انت ايه عايزاه كده. تمام زي الفل. عندي هنا ايه بقى؟ عندي هنا اللهم بارك جبنه فيتا ومقطعه عليها فلفل يا جماعه. تمام بسم الله اهي جبنه فيتا كده ومقطعه عليها ايه فلفل اخضر. هبتدي انزل بقى بقطعه قطعه او حته حته كده اهي من الجبنه
وابتدي ان انا ايه الف. بصوا اهم حاجة اضغط الضغطة دي اهي عشان الحشو ما يخرجش مني اهو. بسم الله بالشكل ده اهو. بصوا بقى اللفة بتاعتنا زي الفل اهي. شايفين؟ اهم حاجة نقفل كويس. بصوا بقى شايفين التوريقة اللي في قلبه؟ حاجة كده بجد عظمة. ونحطها بقى في الصينية. نعمل واحدة كمان. بسم الله. سهل وبسيط واقتصادي يا جماعة على قد الايد، واوفر كتير من بره. اهو قطعة الجبنة اهو، واقفل كده بايديا كويس اهو. بسم الله كده زي الفل. واخر حاجة هروح بقى ايه ضغطة كده قوي اهو، قافلة كده كويس. بصوا بقى حاجة كده بجد عظمة. شايفين التوريقة عاملة ازاي اهو. واخلص بالشكل ده. هنا بقى الباتيه بتاعنا خلاص خلصناه وخمر زي ما انتم شايفين بالشكل ده تمام. عندي هنا ايه؟ عندي هنا صفار بيضة بقى وحبة لبن كده، معلقتين لبن. بسم الله. وبالفرشة بقى خفيف خفيف كده هنبتدي ندهن ايه الوش بتاعنا ده. بسم الله اهو بالشكل ده. وهندخل الصواني يا جماعة على درجة حرارة 180 درجة، ونشوف الجمال ده بعد ما يطلع. وده كده الباتيه بتاعنا، وده كده الباتيه بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. اللهم بارك. حاجة كده بجد عظمة، والله عظمة بجد. شايفين قد ايه هش وخفيف جدا جدا. ده السوا بتاعه الله اكبر عليه. حاجة بجد بجد عظمة. شايفين الجمال؟ شايفين. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش طبعا في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.